دي بقى سلسله جديده اسمها اكله جامده وقعده رايقه، وفي السلسله دي بقى هنجرب الاماكن اللي يكون الاكل فيها كويس وتكون القعده بتاعتها رايقه، ومعظم التجربه دي هتبقى في الكافيهات اللي هي كافيه وريستورانت، كافيه ومطعم في نفس الوقت. والنهارده هنجرب كافيه ومطعم موجود في المحله اسمه فامبيرس او فامبيرسي او فامبيروس، مش عارف النص الصح بتاعه ايه. وده الجزء الاول من السلسله دي، وهنبتدي الاول بالمكان. المكان فيه قعده اوت دور وان دور، والمكان جامد جدا، والقعده هناك بصراحه رايقه قوي، وفي مكان كمان للتصوير، وفي كيدز اريا، وتحس ان انت قاعد في مكان مفتوح كده، والجو جامد قوي هناك. اما بقى بالنسبه لموضوع الاكل، فاحنا هنجرب من عندهم كام حاجه كده ونقول راينا. هنبتدي باول حاجه بقى بوجبه الستيك دي، والوجبه دي بتبقى عباره عن قطعه ستيك وبراون صوص ورز وخضار سوتيه، وممكن نبدل الرز والخضار بباستا وايت صوص او ريد صوص. الرز كان طعمه كويس جدا، وكان مفلفل شويه، وكان طعمه جامد قوي. اما بقى اللي ما عجبنيش بقى هو الخضار، لانه تحس ان هو ما كانش فريش قوي، وما كانش مستوي كويس، وما كانش ماشي مع الوجبه. حتى المشروم اللي كان موجود معاه كان طعمه وحش جدا. اما بقى قطعه الستيك دي فكانت طعمها جامد قوي، خصوصا لو حطيتها بقى في قلب البراون بيبر صوص ده هتبقى جامده قوي. طعم البراون صوص ده جامد قوي، واللحمه كانت مستويه كويس جدا. وطلبنا كمان بقى من عندهم وجبه كوردن بلو، ودي بيجي معاها رز وخضار او باستا وايت صوص او باستا ريد صوص. والوايت صوص بقى عندهم كان جامد قوي، خصوصا الجبنه اللي موجوده على الوش دي. بيجي لك بقى قطعتين كوردن بلو، من اكبر قطع الكوردن بلو اللي ممكن تاكلها في حياتك، عماله تبظ كده من كل حته، وكان طعمها جامد قوي، وكواليتي الجبنه عالي قوي، والقطعه مش مزيته خالص. جربنا من عندهم كمان الوافل، وده نص كندر ونص لوتس. الوافل كان جاي طري جدا وكان سخن، وصوص اللوتس وصوص الكندر الموجودين على الوش دول كان طعمهم جامد قوي، والسكر بتاعه كان مظبوط، وده من احسن الحاجات اللي احنا جربناها عندهم. دي بقى ايس موكا، وطريقه التقديم عندهم كانت جامده قوي، تحس ان انت هتحب الحاجه كده قبل ما تشربها، وشكلها كان جامد قوي، وكان طعمها كمان جامد قوي. وجربنا كمان من عندهم المخيطو، وكان منعش جدا، وكان طعمه جامد قوي. وطريقه التقديم زي ما انا قلت كده ان هي عندهم جامده قوي، وبصراحه الخدمه عندهم كمان عاليه قوي. وبكده تكون انتهت تجربتنا النهارده في اول حلقه من اكله جامده وقعده رايقه. اشوفكم في فيديو جديد وتجربه جديده. لايك وفولو، ولو انت على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه.